السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جايه لكم بقى بالفيديو ازاي نحول عجينة الشاور اللي عملناها مع بعض في الفيديو اللي قبل ده، ازاي نحولها بقى لشاور عادي من اللي احنا بنشتريه. انتوا عارفين الشاور غالي ازاي. فطبعا العجينة اللي هي نص كيلو اللي انا عملتها معاكم انا هحولها كلها لشاور لان انا عايزاها كلها. هعمل 3 لتر زي ما قلت لكم. العجينة دي هتعمل لي 3 لتر من الشاور المركز الجميل قريب جدا للشاور بتاع الشركات اللي في الازاز الغالي اللي انتوا عارفينه. اول حاجه هنعمل ايه؟ اول حاجه هنحط ديت المفروض العجينه دي نص كيلو، وازازه الميه دي لترين ونص، يبقى كده 3. تمام. هنحط نص الميه، مش هنحطها كلها. تعودوا كده ما تحطوش الميه كلها. اما نشوف العبوه بتاعتنا ديت اللي هو الطبق البلاستيك ده هياخد الميه كلها ولا لا. انا هحط نص الميه بس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اما نحط كل المقادير بتاعتنا وبعد كده نزود بقيه الميه. يعني خلاص هنا حطينا نص الميه زي ما انتم شايفين كده. ونقلب بقى. بصوا العجينه بتاعتنا هتتقلب بكل سهوله لان طبعا انا قلبت دوبت التكسبون حلو قوي. فهنا هي العجينه ان شاء الله هتدوب معانا بكل سهوله. بسم الله. زي ما انتم شايفين ده شاور زي ما انا قلت لكم من المركز اللي زي الشاور بتاع الشركات. حاطين له زي ما انتم عارفين، حاطين له كيمبرلان، حاطين له بيبي فور، حاطين له تكسبون من الالماني اللي هو الرغوه بتاعته حلوه قوي. وطبعا ظبطنا البي اتش، ظبطناها على 5.5 لغايه 6 كويس. اعلى من كده لازم ننزلها بالملح الليمون. طبعا مش هيبان الشفافيه بتاعته الا لما يهدى معانا خالص، وانا هبقى اوريه لكم برده. مش هقفل الفيديو، اللي هوريه لكم في الاخر لما يهدى معانا. بصوا حبايب قلبي، هننزل بقى هنا بجليسرين. الجليسرين طبعا عشان البشره بتاعتنا. في ايه مروان؟ وقف. هنا بقى هننزل بجليسرين حبايب قلبي. هنحط زي معلقتين جليسرين. ليه الجليسرين؟ طبعا عشان زي ما انتم عارفين بينعم البشره. جليسرين طب من اللي بيتباع في الصيدليات او اللي بيتباع برضه عند بتوع المنظفات. هنملى الغطا ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو غطا مليان اهو، بس مش اكتر من كده. ونقلب كل ما نحط حاجه نقلب حلو. حاول تقرب الصوره يا مروان. مروان بيسلم عليك وهو اللي بيصور. حبيب قلبي ربنا ينجحه يا رب وكل الطلبه يا رب، ويجعلها سنه سهله عليهم يا رب. زي ما انتم شايفين كده هنقعد نقلب شويه برضو حلوين. بعد كده هننزل بالمصدف بتاعنا. وطبعا المصدف مش هيبان حلاوته الا لما كل الرغوه دي تهدى معانا خالص. هوريها لكم زي ما قلت لكم في الاخر. اهو ده اللون المصدف اهو. اهو هننزل هنا شويه كده زي معلقتين كده، مش اكتر من كده. ونقلب برضه. طبعا زي ما انتم عارفين كل المنظفات بتاعتي كل حاجه في العبوه بتاعتها وكل حاجه محفوظه في العبوه بتاعتها. اللون المصدف ده معايا بقاله كتير جدا جدا جدا. هننزل ببقيه الميه. بسم الله. كده نزلنا بال3 لتر كلهم. ما هو 2.5 يا مروان، والعجينه نص، يبقى 3 يبقى ماشي. خليك في حالك يا حبيبي عشان الناس تفهم. معلش شيل دي الحتة.
بعد كده هنحط اللون زي ما قلت لكم، هنحط لون يعني انا بحب اللون اللي هو البنفسجي المحمر ده، فهحط لون ازرق بسيط وعليه برضو احمر بسيط اهو. ننزل شويه كده من اللون الاحمر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنحط حبه صغيره كده ونشوف. وهنا برضو اللون الازرق لان ده ازرق مركز اللي جبته معاكم في المواد الخام للمنظفات، وحطيته كله في ازازه واحده بس. بعدين نشوف اللون هيدينا يبقى شكله ايه. بسم الله. الرغوه ما اقولكمش، الرغوه بتاعت التكسبون الالماني حلوه قوي 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 ما شاء الله. طبعا مع البيبي فور اللي بيزود الرغوه بتبقى الرغوه بتاعت الشاور كثيفه يعني. فاضل بقى ايه؟ الملح، ملح الطعام العادي زي ما قلت لكم كده. هنحط زي 15 او 20 جرام كده ونقلبهم في شويه ميه اهو. الملح ده بقى اللي هيدي الكثافه والتقل. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حطيت الملح اول ما حطيته الايد تقلت على طول، لان الملح هو اللي بيدي التقل بتاع الشاور. بسم الله. بصوا تقل معايا خالص، بس طبعا زي ما انا قلت لكم مش باين من الرغوه الكثيفه اللي على الوش. انا هحاول ان انا اطلع شويه كده اهوت واوريه لكم. هيبقى فاضل حاجه واحده بس حبايب قلبي. وهنا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين، انا طبعا وقفت الفيديو عشان اقلب شويه. اهم حاجه التقليب الحلو. بصوا ما شاء الله الشاور مش باين من كثافه الرغوه. انا طبعا هوريه لكم بعد ما الرغوه دي تهدى خالص، هوريكم الشكل النهائي. هنا هحاول اوريها لكم كده يعني اجيب شويه كده اوريها لكم، بس شايفين الرغوه بتاعته كثيفه ازاي. محدش ينشر الفيديوهات اللي يقول لك هات صابونه ونعمل منها شاور. عمر الصابونه ما تطلع شاور خالص يا حبايب قلبي، كل ده كلام ملوش 30 لازمه. الشاور الاصلي هو اللي بيطلع من المواد اللي هي المنظفات، اللي هي المواد الاساسيه بتاعت المنظفات، اللي هو التكسابون والكمبرلان والبيبي فور والحاجات بقى اللي هي بتتحط له التانية اللي هي اللون المصدف والملح. ديت الحاجات اللي بتطلع الشاور الاصلي. تمام يا حبايب قلبي. احاول ان انا اوريكم كده، بس طبعا الرغوه عشان كثيفه زي ما قلت لكم. بصوا اما يهدى معايا خالص هوريكم بقى ايه الفيديو ايه في الاخر خالص، الشكل النهائي هيبقى ازاي. طبعا هنا ما شاء الله الرغوه يعني زي ما انتم شايفين كده. ان شاء الله كده اما يهدى معانا هبقى اوريكم باذن الله في الاخر. يلا اسيبكم على خير كده وهنرجع مع بعض تاني. وهنا حبايب قلبي بعد ما هدي خالص تاني يوم صورته لكم اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا التقل، بصوا والريحه جميله 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 بسم الله ما شاء الله. بصوا شايفين اللون اللي هو الفضي ده، الفضي اللي بيلمع ده اللي هو اللون المصدف. حبه شاور بقى ما اقولكمش بسم الله ما شاء الله من الاخر. جميل جميل جميل. يعني بره بيتباع اللتر تقريبا منه مش عارفه ب30 ولا ايه حاجه زي كده. اللي عارف سعره يقول لي عشان انا ما بشتريش من بره، بس سمعت ان هو غالي. اللي هو المركز الحلو ده بيتباع غالي، فاللي عارف سعره يكتب لي في التعليقات. وانا حطيت الريحه، انا نسيت اقول لكم على الريحه. بعد ما بنخلص خالص بقى ونحط كل المكونات بنحط الريحه في الاخر. واللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده اللون اللي هو الموف ده اللي هو اللون الازرق، قليل من اللون الازرق على القليل من اللون الاحمر بيدي اللون الموف الجميل ده. بصوا واحنا استخدمنا منه على فكره، الولاد استخدموا منه رغوته حلوه جدا جدا وبيشكروا فيه. يعني ما اقولكمش حاجه، ما فيش اجمل من كده والله.
يا ريت يا ريت تعملوا المنظفات بتاعتكم في البيت، هتوفر لكم زي ما انا بكل فيديو بقول لكم، عشان تستفادوا بالتوفير ده. وكل يعني تجيبوا بالحاجة اللي هتوفر، بالفلوس اللي هتوفروها تجيبوا حاجة تانية. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والشاور الجميل ده يكون عجبكم اهو. واكتبوا لي في التعليقات بقى ايه رأيكم. والريحة بتاعته والله جميلة جدا جدا ما شاء الله. هي ريحة العود على فكرة، ريحة العود روعة، حلوة قوي، ريحتها نفاذة وجميلة. يا رب الفيديو يكون عجبكم كده ان شاء الله، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش بقى اللايك والتعليقات الجميلة بتاعتكم، واي سؤال او اي استفسار عن الشاور او اي منظفات اكتبوا لي في التعليقات. واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله.